السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات المحاكي. إيه ده؟ يعني بصوا، بداية موفقة جدا، بداية رائعة. أنا أحب أبدأ بدايات جديدة يعني. معلش العربية باظت، صلحناها تاني. بس العربية دي مش عاجباني، فأنا هدور على عربية تانية. أيوة، خلينا نختار. أيوة، أنا عاجباني العربية الليموني دي. ثواني العربية تحول. بس معانا عربية رائعة. وقف لي بقى، بس هوب. فرمل. أيوة شكرا. حاليا بقى انا ممكن اعمل ستوب درايفنج وابدا عمليه ان انا ابني الطريق بقى اللي هنعمل عليه المحاكيات بتاعتنا. المفروض المحاكي ده فيه بقى حاجات ليها علاقه بالجاذبيه، فانا دلوقتي بعمل الطريق. عملنا خطوتين قدام، مسافه قدام حلوه. بعد كده هعمل اوبستكل. نعمل رامب. ايوه، عشان نشوف الجاذبيه بتعمل ايه بقى. يعني انا خطتي ان انا اعمل طريق عشان اعرف لما احول الجاذبيه يبان تاثيرها. ايوه، قرب لي شويه. حلو جدا، حلو جدا. سنتر جامد. وقف كده. بس يلا نتست. حلو اوي الكلام ده. انا شايف ان انا ممكن اتست دلوقتي. يلا، 1 2 3. جاذبية كوكب الارض الرائعة. اوكي، في حاجات كتير باظت في العربية. حاجات كتير حمرة جدا على الشمال تحت اهيت، مبوظة العربية خالص. مخليها مش نافعة، بس يعني خلينا نقول ان دي بداية كويسة جدا. انا عايز بقى هعمل حاجة ورا عشان العربية يعني تتفرمل، ما تقعش كل شوية او ما تتخبطش من ظهرها. يعني ما تنزلش من ظهرها من الحتة اللي ورا دي. فانا هعمل كيوب. ف فين الكيوب ده بقى؟ المفروض انا عملت كيوب دلوقتي، بس انا عمال ادور مش لاقي الكيوب. فخلينا نغير البوزيشن بتاعه. اهو. ايوه ايوه. انا مش شايف. انا عايز. ايوه اهو، باين اهو. طيب، السكيل مش نافع. خلينا. ايوه، طلع له ده. ايوه، تعالى بقى، تعالى يا ابني. ايوه تعالى، هتجيبك جدع. انزل يلا. انزل يلا. يلا بينا بقى، احنا ممكن نبدأ الدرايف بقى. خلاص عندنا بداية ثابتة. عشان ايه ده؟ ايه التهييس ده يا جماعة؟ طب انا ليه اسبون جوه الحجر انا؟ تاني تهييس، تاني العربية يا باشا ده انا اتحشرت. طيب بس رجعت الحمد لله. بقى. اوكي، شكرا يعني بداية رائعة للعربية. احنا دشدشنا العربية من قبل ما نبدأ. خلينا نكمل بقى عليها. طير يا معلم. جاذبية الأرض المعتادة دهمشت العربية خلاص. احنا دلوقتي بقى يعني بعد ما ظبطت الطريق شوية وظبطت الرمب، هبدأ أجرب على الكواكب. دي جاذبية كوكب المريخ. فباين قوي ان جاذبية كوكب المريخ اللي هي تلت جاذبية الأرض دمرت العربية. فحتى لو الجاذبية هي تلت جاذبية كوكب الأرض، فهي برضو مش سهلة يعني. وهنا بقى نروح لجاذبية القمر. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ليه يا معلم؟ معلش هنعيد تاني. معلش، تيست. ايوه بس كده العربية جاهزة. ارجوك فرمل قبل ما نخبط. فرمل هوب. بس شكرا، احنا معانا مسافة. يلا بس خلاص. بس حلو اوي. يلا بينا، 1 2 3. نختار جاذبية القمر. طبعا الجاذبية قلت جدا، سدس جاذبية الأرض تقريبا. هندوس 1 2 3. بنزين. طبعا العربية بتعوم مننا هي سنة، رمت شمال شوية. طير. اوعى. مش عايزة تهبط تقريبا. يعني انا عاجبني جدا ان الجاذبية فرقها باين جدا ما بين الارض والمريخ وده القمر. طبعا يعني العربية طايرة حرفيا وما اتكسرتش على عكس المتوقع. انا اسف ان انا قلت ان هي ما اتكسرتش، هي دشدشت شوية. بس لا يعني العربية طارت المسافة دي كلها ولسه متحافظ عليها. واضح ان هي لا العربية الصيني اتطورت برضو. دلوقتي بقى انا ممكن اجرب جاذبية كوكب ميركوري. عطارد، اقرب كوكب للشمس. يلا، 1 2 جو. تقريبا جاذبيته زي جاذبية المريخ، فاحنا متوقعين العربية تتدشدش.
يعني المفروض تدشدش تقع على بوزها كده، تدشدش زيها زي التانية. فهل ده هيحصل؟ الحقيقة واضح ان هي اه العربية مش نافعة. واضح كده ان احنا على وشك ان احنا نقول ان النظام الشمسي كله العربيات خطر عليه ان هي تطير ما عدا القمر حلو. فخلينا نروح على الكوكب اللي بعده. مشكلة جوبيتر ده اكبر كوكب في النظام الشمسي، وجاذبيته عالية جدا، تقريبا 1000 مرة ضعف الارض. انا لو عايز اوريكم بس اصلا يعني الجاذبية، العربية ماشية ببطء، بصوا واطية ازاي، العربية مشدودة لتحت. هوب، الاكسدام الدشدش، العربية اوريدي اتدشدشت من قبل ما تقع. شكرا. اثبت نظريتي الصحيحة يا جوبيتر. كوكب جوبيتر العربية مش هتنفع تمشي عليه. هو كده كوكب غازي، بس تخيل بقى لو مشيت عليه ايه اللي هيحصل. هنظبط على كوكب الشمس. احنا جربنا على الشمس. بص كده لما نجرب على الشمس ايه اللي حصل. العربية لزقت في الارض، متحركش يمين متحركش شمال. بص بقى لما حولتها لبلوتو، طارت. بلوتو فرق الجاذبية ما بينه وما بين الشمس خلت العربية تطير في مكانها، ما تقدرش تقف. طب انا عايز اجرب التجربة، هي كده هتفضل طايرة يعني، مش هينفع كده. خلينا نجرب ندوس بنزين مثلا شوية. هدوس بنزين، دوس بنزين. الفكرة كلها مفيش احتكاك، يعني العربية بتطير كده. طبعا واقعة اهي، بتقع من ارتفاع عالي، فالمفروض ان هي تدشدش، بس احنا على بلوتو. فالجاذبية عاملة ازاي بقى؟ يا سلام بتقع يعني ولا كأنها بتقع. يعني ولا كأنها بتقع على مرتبة العربية. يا سلام، بص. حتى ما فيش دامج ريبورت، العربية ما اتخبطتش. فابريكا. صلي على الحبيب قلبك يطيب، العربية بقت فابريكا. وبس، هي دي كانت تجربتنا النهاردة. لو عندكم اي حاجات تانية او اي كواكب تانية نجرب عليها، سيبولي رأيكم في الكومنتس.